اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتوا طيبين وعلى العيد مستنيين. طبعا مستنيين الكحك والبسكويت. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. عيد سعيد عليكم كده يا رب وعلى أمة محمد أجمعين. طبعا ما ينفعش يجي علينا العيد من غير الكحك والبسكويت او الكحك والبسكوت. عادة وربنا ما يقطع لنا عادة يا حبايبي يا رب، ودايما يا رب يجي العيد وانتوا في احسن حال يا رب كده، واللي بيتمنى حاجة ربنا هيحققها له بحق الايام المفترجة دي. هنا بقى يا حبايبي انا هحكي لكم قصه. هقول لكم مقادير الكحك. انا طبعا كنت هعمل الكحك لنفسي، بس انا رحت لعمته وعجبني الكحك بتاعها قوي، وانا قلت لها لا، لازم تعملي لي كحك، وبرضه هصوره وهقول لحبايبي الطريقه. عندي كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بنص معلقه بيكنج باودر، معلقتين من السمسم، معلقتين سكر بودره، اللهم صل على محمد، معلقة خميرة. طبعا قلبنا المكونات الجافة دي كلها مع بعضها نص، وطبعا كيلو الكحك بياخد نص كيلو من السمنة. طبعا قدحنا السمنة، حابة اللي انت تعمليه بقى بسمنة فلاحي، احنا كنا عاملينه بسمنة فلاحي، مش عايزة اقول لكم على الريحة بجد كانت قلبة الدنيا. كيلو الكحك بياخد نص كيلو من السمنة. لو انت حباه ناعم، انا عن نفسي بحب الكحك ناعم، بياخد نص كيلو من السمنة وعليهم معلقتين. لو حباه اللي هو وسط حطي نص كيلو بالظبط. وهنا بقى طنط كانت بتبس الكحك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا بقى مسكنا الملبن كده، ضفنا ضيفي عليه بقى عليه معلقة سمنة مع السمسم معلقتين كده، ممكن سمسم، تضيفي ريحة موز ودخلناه كله مع بعضه وتدخلي بقى ايه بالمكسرات، المكونات وانا دي اللي كلها بعمل مع الكحك بعضها. كده. ودي العجينه، شوفيها لينه معاكي ولا لا. وعملنا بقى ايه؟ كور صغيره المكسرات بقى، حشيناه نصه عجوه ونصه بندق وعين الجمل. شوفي الطريقه اللي انت حباها واعملي بيها. ممكن تعمليه بعجوه بس، ممكن تعمليه بملبل بس، مفيش اي مشكله. وهنا بوريهولكم، انا كنت حابه اللي انا اعمله بالختامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهوريكم برضو العجوه. ولو حابين تحطوا ريحة كحك حابين، مش حابين مفيش اي مشكلة، بس احنا محطناش عشان احنا مش بنحبها. بصوا بقى الكحك، بصوا عاملاه ميني كحك مش كحك. انا بحب الكحكايه الصغيره. شايفين الجمال عدى الكلام ازاي؟ طبعا يا حبايبي الكحك ما بيتخبزش على طول، لازما هنا يخمر بقى طنط معانا خبزت شويه. لنا الكحك، وهنا عملنا الدوائر الصغيرة دي، وانا صغيرة كنت بعملها خواتم والله العظيم. وهنا عملنا حبة المنقاش، وهنا عمل الختامة. وهنا بقى وانا بوريهولكوا يا حبايبي، شايفين الجمال عدى الكلام بجد. طبعا الكحك لازم يطلع من الفرن يبرد شوية، ما ينفعش يتعب، طبعا ما ينفعش يتعبى وهو سخن خالص عشان ما يتكتمش مننا. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو طبعا بمعلومة عمته هي بسيطة. اللي عامله لي الكحك، بس انا برضو قلت هصور لكم كل حاجة انا بعملها. يا رب يا حبايبي تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.